وسألنا ابني لو هو جاب سكينة وقطع السلك، بس هو أنكر إن هو عمل كده. وبدأنا نسأله أكتر عن الست اللي بيشوفها، بس هو كان خايف يحكي عنها، وكل اللي قاله إنها بتطلب منه يدخل معاها الدولاب. وطلبت من ابني إن هو يرسمها، ورسم ست على شكل هيكل ولابسة فستان ومطلعة راسها من الدولاب، ده غير دم نازل من رقبتها. مش بس كده، وفي إيديها كان في حبل مشنقة. وأما سألته إيه ده رد وقال لي مش عارف، بس هو حبل دايما بتمسكه في إيديها. ابني كان عنده 4 سنين بس، وأنا بتابعه كويس كل حاجة بيتفرج عليها، فمستحيل يكون شاف مشنقة مثلا وبيقلدها. أما الصدمة الأكبر بالنسبة ليا في الرسمة كانت كلمتين: تعالى معانا. أصلا ابني ما كانش بيعرف يكتب كلمات، ما كناش عارفين نتصرف ازاي. وطلبت من ابني لما يشوفها تاني ما يخافش، ويطلب منها تمشي على أمل إن هو يكون شجاع. بس تاني يوم صحيت مخضوضة على الساعة 11 بالليل، بس المرة دي مش على صوت ابني زي كل يوم، لكن سمعت صوت خبط غريب على الحيطة. وبعد لحظات فهمت إن الصوت جاي من أوضة ابني. قمت جري ورحت على أوضته، وأول ما فتحت الباب